عمر مرموش هيرجع من الاصابه مش هيلاقي مكان يلعب فيه، وده للاسف ان دوكو بقاله فتره بيطلع نار من بقه حرفيا. لا بص لي كده على جول نابولي وقول لي ايه اللي بيحصل ده. ما بنشوفش الفتره دي في الكوره حاجات زي دي كتير، واحد والتاني والتالت وفينش، مفيش احسن من كده. كده المونتيري يشجع نابولي ولا اني اعرض هذا الهدف؟ لا انا هديك الانقح بقى. في ماتش ارسنال جوارديولا لما قرر يخرج حد خرج هالاند، ما خرجش دوكو، لان دوكو كان محطه مهمه قوي في الماتش ده وكان بيطلع عليه السيتي كله. في اضيق المساحات في ماتشات زي ارسنال والماتشات الكبيره عامه دوكو بيحل قوي وبيقدر يرقص ويعمل دريبلينج في مسافات صغيره جدا. ولكن برغم ان هالاند محطه قويه قوي وسرعه وقوه، بس دوكو في المراوغات والترقيص والسرعه كان بيقدر يعمل فاولات يطلع بيها السيتي من ضغط ارسنال. في رايي دوكو لو استمر على المستوى ده فعمر مرموش في خطر، الا بقى لو جوارديولا قرر يفاجئنا ويلاعب فودن ومرموش ودوكو في تشكيله واحده. بس ده معناه انه هيضحي ببرناردو سيلفا، وبرناردو عند جوارديولا لا يمس. بس انا اتمنى مع عوده مرموش انه يلعب في تشكيل اساسي وفي مركز القلب اللي هو تحت هالاند. فكره الطرف دي لاقي على دوكو اكتر بكتير، وعمر مرموش يا جوارديولا مش لعيب طرف. السؤال هنا، هل تتوقع بعد عوده مرموش من الاصابه يلعب اساسي تاني ولا شكلها كده بخ؟ في النهايه ما تنساش تعمل لايك وفولو، والاهم من ده دعم اخواتنا اللي بيعانوا اشد المعاناه. كان معاك الفيرود وسلام.